حول تنمية سيناء استراتيجية شاملة بتغير وجه الحياة في شبه جزيرة سيناء، هتكون محور حلقة النهاردة من مساحة الرأي مع ضيفي الكريم الأستاذ حسن بديع الكاتب الصحفي بالأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. خطة تنموية سابقت مصر فيها الزمن بتعكس رؤية مستقبلية محنكة مش بس لتعمير سيناء كونها يعني أمن قومي، لكن أيضا لمجابهة ما يحدث في العالم الآن والمطمع في سيناء. بالتأكيد سيناء قد تكون ربما أهم بقعة في الوطن المصري، لأن سيناء هي دائما كانت معبر للغزوات والهجمات على مصر عبر التاريخ، وسيناء بتشكل مساحة 6% من مساحة مصر، وهي مساحة كبيرة جدا، وهي منذ فجر التاريخ وهي خالية تقريبا تكاد تكون خالية من السكان وخالية من أي وجود بشري حقيقي. ليه؟ والله يعني هي مليئة بالثروات ومعبر هو أمر يعني بقاله فوق 7000 سنة، يعني مش جديد. وقديم جدا، واعتادت للأسف كل أنظمة الحكم المتعاقبة على مدار القرون العديدة اللي مرت على مصر ألا تهتم بسيناء وأن تركز في الوادي، برغم أن سيناء زي ما قلت لحضرتك هي معبر دائم للغزوات الاستعمارية وللهجوم على مصر. نظرا لضغوط ولا سيادة الرئيس تفهم يعني أهميتها أكثر من غيره فأخذ في خطوات حقيقية؟ هو سيناء بالغة الأهمية للأمن القومي المصري وشديدة الأهمية، ولكن يبدو أن في يعني نظم الحكم المختلفة، وعلى فكرة على مدار قرون، يعني مش بالضرورة في حقبة زمنية معينة، الكلام ده بقاله آلاف السنين، كانت هناك أولويات، ويبدو أن الأولويات دائما كانت للوادي، أو ما لم تكن هناك النظرة الاستراتيجية الحقيقية ولسيناء وأهميتها وخطورتها وعلاقتها الوثيقة بالأمن القومي وضرورة أن ألا تكون في معزل عن الوادي. وكان هذا مطلبا دائما لمصر. يمكن الظروف العديدة اللي مرت على البلاد أخرت هذه الخطوة بشكل أو بآخر، وأعتقد ربما تكون لمعاهدة السلام مع الكيان الإسرائيلي كانت أحد أسباب التأخير. وإحنا أحضرنا يعني بعد ما بانت أهمية سيناء للجميع، أحضرنا يمكن في 30 سنة اللي فاتت أو 35 سنة أحضرنا وقت ثمين في الاستغلال الأمثل لسيناء، وكان المفترض أن يتم فيها العمل بمعدلات أوسع، ولكننا اكتفينا بشرم الشيخ السياحية في العصور السابقة، وهذا لا يكفي على الإطلاق. ده اللي ساب باقي سيناء مرتع للإرهاب، يعني الإرهاب وكل ما هو مخالف للقانون وكل ما هو شرعي وكل ما هو يهدد الأمن القومي للبلاد. ولذلك أنا في تقديري أن ابتدى الاهتمام الحقيقي والفعلي بسيناء بعد ثورة 30 يونيو 2013. وتشكل مجلس دفاع لتنمية سيناء يقوده رئيس الجمهورية شخصيا، وفي كل قيادات الدولة ممثلة، وكانت دي خطوة أساسية ورئيسية لوضع سيناء على الخريطة مرة أخرى وإحداث طفرة تنموية حقيقية، لا لشيء إلا أنها ضرورة أمن قومي، مش هزار ولا طرف ولا. هاخد من كلام حضرتك النظرة لسيناء الآن مش إن هي تكون أرض معركة، لكنها أرض عليها حياة. شكل التنمية في سيناء كيف تراه الآن؟ سيناء هي ممكن تكون المفتاح السحري لحل كل مشاكل مصر. بمعنى ان سيناء ارض خصبة جاهزة للتنمية بشكلها الشامل، التنمية الزراعية والصناعية والتعدينية والحيوانية والسمكية وكل شيء. وسيناء ممكن ان تكون هي الحل
لكل مشكلات مصر تقريبا. سيناء يمكن ان تستوعب من 5 ل 7 مليون بسهوله متناهيه. هو المستهدف الكتاب 6 مليون من خارج سيناء. سيناء ممكن تكون السبب الرئيسي في مضاعفه الدخل القومي. بمعنى ايه؟ بمعنى انها ممكن تستوعب مئات بل آلاف من المشاريع التنمويه الزراعيه والصناعيه والتعدينيه وغيرها، واستغلال الثروات المعدنيه والرياح والشمس. طيب خلينا نبدا حاجه. المجتمعات العمرانيه الجديده والمبالغ اللي تم ضخها فيها والموانئ والطرق، لان هم يعني ملفان متوازيين. ما هو الملف ده شايفه ازاي كبدايه؟ هو كبدايه، هو بعد تشكيل هذا المجلس وبعد الاهتمام بالسيناء وبعد ثوره 30 يونيو حصل الارهاب. نعم. والارهاب عطل، مفيش كلام. وكان احد عناصر برضو ضرب مصر ومحاولة السيطرة عليها ومحاولة تقزيمها ووقف المشاريع التنموية الحقيقية. يعني نعم يا فندم. إبقاء سيناء خالية بالضبط. فهو لعب دور، لازم برضو نضع ذلك في الاعتبار. لكن احقاقا للامر هو ما لم يكن هناك استسلام لهذا الواقع. بجانب القوى العسكرية التي واجهت الإرهاب في سيناء كانت هناك قوة تنموية، وكان الشعار التقليدي المصري التاريخي اللي احنا نعرفه من 23 يوليو 52 لحد النهارده، يد تبني ويد تحمل السلاح. في هذا الإطار تم ان احنا اقمنا الانفاق اسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادي ولتسهيل عملية انتقال السلع والافراد والاشخاص وكل والمنتجات وكل شيء. في هذا الإطار اتعملت عشرات المشاريع التنموية هنا وهناك والإنتاجية والتعليمية، وشاهدنا طفرة الحقيقة في إنشاء المدارس والجامعات يعني هتطرق لكل ده بشكل مفصل. عشان كده أنا بسأل حضرتك، عايزة أبص على ملف نوعية المشاريع التنموية اللي زي ما قلنا في المقدمة بتخدم يعني الجمهورية الجديدة والمواطن بشكل أساسي. حضرتك بدأت بالاهتمام بعنصر التعليم والصحة اللي هو المواطن. بالتأكيد. يعني احنا شفنا ان في طفره في عشرات المستشفيات اتعملت، ولكن هو طبعا البدايه في اي مجتمع او تجمع بشري بيبقى التعليم وبيبقى الصحه، وبعدين بيبقى معاها الطرق، وبحيث يقدر يبقى في خدمات ويبقى في تنميه حقيقيه. طب انا هاخد من كلام حضرتك خارج الهواء، كنت بتقول ان سيناء لديها حل كافة مشكلات مصر. صحيح. وهي قابلة لاجتذاب ان هي هجرة داخلية. صحيح. وتحل أزمة شبابنا اللي حضرتك بقى اللي تقول انا مش هكرر كلام يعني سيناء هي حل سحري لمشكلة التكدس السكاني، لمشكلة الزيادة السكانية، لمشكلة التنمية ونسب التنمية. حل سحري لكثير من المشكلات التي نعاني منها في مجالات متعددة. هي أيضا باب هام جدا في زيادة القدرة الإنتاجية وزيادة الإنتاج، وبالتالي القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والقدرة على التصدير والقدرة على تحسين معدل الأداء في الاقتصاد المصري. سيناء هي كلمة السر في كل نوع من أنواع التقدم. سيناء ممكن تستوعب من 5 ل 7 مليون على الأقل مواطن مصري. سيناء ممكن تكون حل جذري مشكلة الشباب ومشكلة البطالة. سيناء ممكن تكون بدل من الشباب بيهاجر بيطلع بره بيروح أوروبا وأحيانا بيهاجر هجرة غير شرعية. إن هي قبل كده لم يعني فيها ثروات لم تكن مكتشفة، والآن تم اكتشاف هذه الثروات المعادن وتوصيل المياه. الثروات موجودة ومعروفة من زمان، بس لم يكن هناك خطة أو رغبة أو اتجاه لاستغلال وتنمية هذه الثروات. كان في بترول بيستغل في حقبة الستينيات وتوقف بسبب حرب 67، ثم عاد ليستأنف مرة أخرى في السبعينيات بعد حرب أكتوبر. ولكن سيناء مليانة بالتأكيد بترول ومليانة غاز ومليانة
زجاج ورمال وثروات لا تقدر بثمن، ندرسها اطفالا في لا تقدر بثمن، جبال سلاسل جبال والسيناء ايضا بجانب ذلك يمكن ان تكون المركز السياحي العالمي الاول على العالم، وممكن تستوعب سياح قد يصلوا الى 20 و30 مليون في السنه. ليه المركز السياحي الاول في العالم؟ لانها المكان الذي شهد تجلي الله سبحانه وتعالى، شهد كلامه مع نبي الله سيدنا موسى عليه السلام. هي مكان معبر لكافه الاديان، وكل الانبياء تقريبا مروا عليها وعاشوا فيها او قضوا فيها، وبالتالي هي مليئه بالثروات. هي انا بعتبرها ارض مقدسه، وبعتبرها لا تقل قداسه عن مكه والمدينه والقدس. ليه؟ لان دي الارض الوحيده التي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى وتكلم فيها، وبالتالي انا بعتبرها شديده القداسه، وربما تكون اقدس بقعه في كوكب الارض. طيب هاخد من كلام حضرتك اللي برضو قلناه قبل ما نبدأ الهوا. سيناء دلوقتي بقت كلمة بتتردد على كافة الألسنة عالميا. سيناء كانت ضمن يعني الخطة أو المؤامرة الكونية، زي ما حضرتك قلت قبل الهوا في مؤامرة كونية احنا عايشينها دلوقتي. هل سيناء كانت ضمن هذا المخطط الكوني على مدار أعوام؟ بقائها واستمرارها خالية معناه ببساطة تبقى مطمعا للغزاة، مطمعا للقوى الاستعمارية. كان مقصودا بعد كامب ديفيد. كان مقصود ان هي تفضل فاضيه. هي احدى بقائها خاليه كانت احدى تبعات كامب ديفيد بصراحه. انما في قرار اراده وطنيه مصريه اتحررت الى حد كبير جدا بشكل واضح بعد 30 يونيو. النهارده قواتنا المسلحه انتشرت في كل بقاع وربوع سيناء رغم قيود كامب ديفيد، لان في ارهاب وفي خطر. النهارده احنا كسرنا كل الحواجز وابتدينا نعمل خطط تنمويه واسعه النطاق في سيناء. يعني لا يجب ان نبقى اسرى معاهدات ليست لها قداسه وليست اجيال سماويه ولا كتب سماويه، لكن في نفس الوقت بنشوف مصلحتنا، ودي يعني اللي جمعها سياده الرئيس. فلا يجب ان تبقى سيناء خاليه ومطمعا. كل شويه يقول لك نهجر الفلسطينيين عندكم، نصفي القضيه الفلسطينيه. يعني صباحا النهارده يعني التبجح قالوا هجروا الاخوه الفلسطينيين الى دول العالم اللي بتدعمهم في اوروبا. يعني وصلنا لهذا التبجح بعد اليأس من مصر لموقفها شديد الصلابه الواضح المبدئي المحدد، لا تهجير ولا تصوير القضيه الفلسطينيه. سيناء لم يبدأ منذ اندلاع يعني الأحداث الأخيرة، لكنه بدأ قبل ده بكتير. بالتأكيد. الحكمة والنظرة المستقبلية في ده بص حضرتك، هي نظرة أمن قومي. نعم. يعني استباق الأحداث. تنمية سيناء ضرورة تنموية ماشي، اقتصادية ماشي، حياتية ومعيشية ماشي، ما قلناش حاجة، ولكنها هي ضرورة أمن قومي. يجب أن تكون سيناء مكتظة بالسكان، ويجب أن تكون سيناء فيها حياة بمعنى الكلمة. يعني الصور تفرح حضرتك لو تابعت معنا ما يظهر على الشاشة، يعني صور مفرحة. بالضبط. ويجب أيضا أن تكون التجمعات البشرية التي تقام في سيناء تقام بأساليب الدفاع العسكري. ده مش شغلتي، شغلات المتخصصين العسكريين أهل العلم في هذا المجال. يعني كانت الخطة الموضوعة العسكريين وإلى جانبهم أهالي سيناء وبدو سيناء بالضبط. اللي عندهم المقدرة، عارفين بدو سيناء طرقها وقادرين على حمل السلاح أيضا. بالضبط. وبدو سيناء الآن لأول مرة يعني بالبلدي كده بيقبوا على وش الدنيا، شركاء. لأول مرة بيبقوا شركاء، لأول مرة بيتم خطط طموحة لتنميتهم. الزيارة الأخرانية لرئيس الوزراء مع هذه الوفود الإعلامية والفنية وكافة هو حرص على اللقاء مباشرة والحديث مع جداً. كيف رأى؟ ونحن نتمنى، يعني أنا مش عارف يعني أن يكون هناك مسؤول تنفيذي مقيم دائم. دور قبائل سيناء إيه؟
ضروري. قبائل سيناء جزء من النسيج الوطني. نعم. قبائل سيناء جزء لا يتجزأ من الوطن المصري. قبائل سيناء لهم دور تاريخي عظيم ووطني وشريف ودافع عن مصر في كل الحروب وفي كل المواجهات من 56 ل 67 للاستنزاف ل 73 للإرهاب ليومنا هذا. قبائل سيناء رفضوا كل إغراءات العدو الإسرائيلي بأن يستقلوا عن مصر ويعملوا إمارة في الكلام ده سنة 68 بعد حرب 67. وقبائل سيناء لها مواقف تاريخية، قدموا الأرواح وقدموا الشهداء وقدموا الدماء، فهم لهم منا ألف تحية وهم على دماغنا من فوق. ولذلك أنا سعيد بأن التنمية بتشمل أهل سيناء على كافة المستويات، تنمية اجتماعية وتنمية اقتصادية وتنمية صحية. أنا لابد أن أنهي هذه العزلة، وقطعت شوط كبير في إنهاء العزلة. لابد أن أربطهم بالوادي، وقطعت شوط كبير في هذا الكلام. لابد أن يحصل اندماج بين أهلنا في الوادي وأهلنا في سيناء، وهذا ما يتم أيضا. نوعية التعليم يعني اللي يتوافق مع متطلبات السوق ومتطلبات سيناء على بحد ذاتها. بالتأكيد يجب أن يعني سيناء لها طبيعة خاصة، تنمية خاصة، تعليم خاص، ما فيش مشاكل صحة خاصة سياحية، لأن هي أماكن طبيعية وأماكن ممكن يبقى فيها سياحة علاجية على أعلى مستوى، وفيها أكتر من محمية طبيعية. هي ولا بد أن تكون هناك مستوطنات وتجمعات بشرية قائمة بشكل بأسلوب دفاعي معين. وأيضا يعني سيناء فيها كل الخير اللي في الدنيا، فيها كل الثروات التي حمى الله بها مصر، وبالتالي احنا علينا ان احنا نكون في سباق مع الزمن. كان في تجربه مختلفه قليلا لكن مشابهه في التوجه التنموي، وهي تجربه السد العالي. كان لها وزير السد العالي. اتمنى ان يكون في وزير للسيناء، يعني في 2 محافظين انا عارف، ولكن يبقى في مسؤول تنفيذي كمان موجود يعني يتلقى تعليماته من رئيس الجمهوريه مباشره، لان احنا محتاجين اسلوب غير تقليدي ويسبق مع الزمن، ومحتاجين ان سيناء دي تكون اهم منطقه انتاجيه وبشريه وتنمويه في مصر. يجب ان تتحول، وهي تحولت الى حد كبير برضو عشان نكون موضوعيين. احنا تاني من ثغره في جدار الامن القومي والدفاع عن مصر الى حصن حصين لمصر وامنها القومي والدفاع عنها. وبالتالي احنا محتاجين نعمل ليل نهار بشكل متواصل. ادي احنا شايفين طوفان الاقصى والحرب اللي في غزه بتبين ان هناك اطماع اسرائيليه مستمره لن تتوقف ولن تتوقف، وليس هناك من سبيل لتوقفها الا ان الحسم اللي وقفت بيه مصر وسياده الرئيس لمواجهه كل ده سبقه هذه الحمله التنمويه في سيناء. كيف قرأت هذا السيناريو؟ ما هو الحمله زي ما قلت لحضرتك كان في تبجح كمان ان احنا في يعني عروض ان هنشتري الوحدات التي تم تعميرها. مصر ليست للبيع. نعم. مصر ليست للبيع ومصر ليست سلعه، وهذا الكلام كلام يعني في تعمد انه يمس كرامه مصر، وهذا الكلام غير قابل للتحقيق بأي حال من الأحوال. واحنا طول عمرنا بنستضيف الاخوه العرب في كل ربوع الوطن، يعني مش مصر مليئه باللاجئين والاخوه على ارضها طبعا، وهي مصر هي زعامه الامه العربيه، ولدينا 9 مليون على القضيه مش رفض، ولدينا 9 مليون شقيق عربي وافريقي موجودين على الارض المصريه عايشين بيننا، ما عندناش معسكرات لاجئين ولا عندنا مناطق ولا بتاع، قاعدين في بيوتنا وفي عماراتنا عادي. لكن ليس معنى هذا ان انا اساهم في تصفيه القضيه الفلسطينيه واساهم في قضاء الشعب الفلسطيني واقدم خدمه جليله للكيان الصهيوني الاستعماري الذي تم زرعه بالقوه وبالغصب وبليل في الوطن العربي. وبالتالي لا، الموقف المصري موقف قوي جدا في هذه المساله. التنميه السابقه اللي تمت في السنوات السابقه كانت بتبص لقدام، كانت بتبص ان ده ممكن يحصل، لكن انا شايف ان احنا محتاجين ان نسرع بالمعدلات، ان نسرع بمعدلات التنميه. نحن ما زلت ارى ان احنا في سباق مع الزمن، والدقيقه لها ثمنها الغالي. طيب التصريح الاخير لوزير الاقتصاد الاسرائيلي بترحيل الاخوه الفلسطينيين للدول الاوروبيه اللي يعني بتخرج مظاهرات دفاعا عنهم، هل ما حدث من تنمية في سيناء كان هو عجل بما يحدث ده لما لقوا ان يعني مصر تنمية في سيناء والموقف المصري الصارم في هذا المجال
والتيقن بأن هذا لن يحدث، والتيقن بأن هذا قد يؤدي إلى صدام لا يحمد عقباه وقد تدفع عصرية ثمنا غاليا له، أصابهم في تقديري نوع من أنواع اليأس، لخبط الخطط ولخبط الحسابات، وفي جليطة غير مسبوقة سياسية ودبلوماسية لا تمت حتى لقواعد الاحترام بالصلة. يطلع هذا التصريح الاستفزازي اللي فيه عداء شديد، يعني اعتداء حتى لفظي على الدول الأوروبية، وتفضلوا خذوهم عندكم وكده. فلا، شعب فلسطين قاعد على أرضه الذي يعيش فيها منذ آلاف السنين، هي دي وطنه وهي دي بلده، وهم دول أهل البلد الحقيقيين، هم أحفاد الكنعانيين، هم أول من سكنوا فلسطين. أما هؤلاء في شرازم جاءت من دول مختلفة وجاءت لا علاقة لها ولا صلة لها بالوطن الفلسطيني، وعليهم هم أن يرحلوا من حيث أتوا، والموانئ موجودة والسفن موجودة ممكن تحملهم ويرحلوا. وأنا بتحداهم لو فتحوا مطار بن جوريون وبقت الأمور طبيعية، سوف تكون هناك هجرة عكسية، وسوف يذهب أكثر من نصف سكان إسرائيل هم اللي هيهربوا. نص مليون في العشرة أيام الأخيرة في هجرة عكسية. يعني نحن علينا أن الآن ألا نضيع دقيقة دون أن نرسخ مزيد من الوجود البشري المصري في سيناء. ربطنا سيناء بالوادي وعملنا ألفاء والأمور ماشية كويس، يبقى أن نسهل فرص الإقامة للشباب الصغير، وده اللي حاصل بالمشروعات، يبني الأسر هناك ويعيش هناك، وده بالظبط اللي حاصل في الخطة التنموية في الجمهورية الجديدة. أرض الفيروز اتروت بدم المصريين، حفظ الله مصر، رحم الله شهداء فلسطين. وبشكر ضيفي الأستاذ حسن بديع، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بالأهرام.